السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. كما كتابعوا في هذا الفيديو كما كتعرفوا الإخوان في هذا الموسم، في هذه الفترة ما بين شهر 6 وشهر 7 كنت عملية جني البطاطس، وبزاف ديال الناس كتسولني أين نوع ديال البطاطا اللي يمكننا نزرعوا، واش هاد الزريعة ديال الشيبس واش ممكن ناخذوا منها الزريعة. هاد البطاطا ديال الشيبس فيها بزاف ديال الأنواع، كاينة إيرميكس وكاينة أغريا، اللي نعرفوا بزاف ديال المعلومات على هاد الزراعة هادي شحال كتعطينا ديال الإنتاج. تبعونا حتى لآخر الفيديو، ما تنساوش تدعمونا في القناة. وكما كتلاحظوا الاخوان، هذه هي الاله ديال جني البطاطس اللي سبق لي ودرت عليها فيديو. بزاف د الناس كيسولوني خويا بغينا هذه الشركه هذه فين يمكننا نتواصلوا بها، بغينا نزرعوها وكتاش يمكننا نزرعوها، شحال كيدخل في الهكتار من طون ديال هذه الزريعه هذه، شحال الثمن باش كتاخذها من عندك الشركه. ان شاء الله نعطيكم جميع المعلومات على هذه الزراعه. بالنسبه للاخوان، هذه الزراعه ديال البطاطس ديال الشركه كاين بزاف ديال الانواع، كاينه ايرميكس وكاينه اغريا وكاينه هولاند وكاينه اغريكو، يعني كاين بزاف ديال الانواع. ولكن هاد الانواع كل وحده وكيفاش كتجيب النوع ديال البطاطس، كاين اللي كتجيبها غليظه، كاين اللي كتجيب الزريعه رقيقه، كاين اللي كتجيب موين. ولكن هذه اللي كتلاحظوا دابا الاخوان اللي مزروعه هذه هولاند، وكاينه اغريكو، يعني مك السلعه ديالها كتجي موين، ما كتجيش غليظه، حيت الشركه الا كانت السلعه غليظه ما كيقبلوهاش منك، يعني خصها تجيب السلعه تكون موين، ولا كانت رقيقه كيرفضوها لك. بالنسبه للاخوان، هذا المقر ديال هذه الشركه هذه ديال هذه الزراعه كاينه في الدار البيضاء وكاينه في مكناس وكاينه في فاس، واللي بغى هذه الزراعه يتواصل بيا وان شاء الله غنديه عند السيد اللي يقدر يدير معاه الكونطرا. بالنسبه للاخوان، هذه الزراعه ديال البطاطس الا بغينا نزرعوا منها هكتار راه كيخصنا فوق 3 كيلو، فوق 3 طن اونص. ولكن هاد الزراعه الاخوان ديال البطاطس ما يمكنناش ناخذوا منها الزريعه، انت خصك تعطي لهم الشركه، تعطيهم جميع السلعه، خصك تمدي لهم باش ياخذوها من عندك. بالنسبه للاخوان، الزراعه ديال اغريكو هي هذه الخنشه ديالها كما كتلاحظوا، هي هذه. وهذه الخنشه ديال هولاند هي هذه الاخوان دي فيها 50 كيلو. هاد جوج الانواع راهم زوينين، ونصح اي واحد يزرع هاد الاسماء هادوم، كتجيب السلعه زوينه وكتجيب الطوناج مزيان. كون ما عطيتيها في الماكله مزيان حتى هي كتعطيك الطوناج مزيان اللي اكثر من 60 طن في الهكتار، يعني على حساب الخدمه ديالك. كون ما خدمتيها مزيان كيعطيك الطوناج مزيان، حيت انت عارف راسك بانك بايع بالكيلو، يعني ملي كتبيع بالكيلو خصك تخدم مزيان. ولا ملي كنقولوا الخدمه خصك تخدم الارض، يعني كانت مخدومه الارض مزيان ومخدومه مزيان ونقيه البلاد، راه غادي يعطيك السلعه مزيان. كما كتلاحظوا الاخوان، السلعه هذوما الصندوق تبارك الله. هاد الاله كدي ثلاثه د الخطوط، وملي كنجيو نقارنوا واحد المسافه ديال 50 متر كيعطينا تقريبا فوق 30 صندوق. تبارك الله السلعه كاينه، خصك هي تخدم، ولا خدمتي راه غتربح فيها. نتمنى الاخوان اي سؤال عند اي شخص فمرحبا. هذا كل ما يخص في هذا الفيديو، ما تنسوناش بالدعم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.